في حاجة أخطر من الوجع، وهي إنك تتعود عليه، إنك تعيش كل يوم حاسس إنك ناقص، مش محبوب، مش مهم، وتقول لنفسك ما هو ده العادي. لا، ده مش العادي ولا الطبيعي اللي ربنا خلقنا عشانه. اتعودنا نسكت لما نتوجع، واحنا مكسورين، نبرر لنفسنا وجودنا في علاقة باردة ونقول ما يمكن ده النصيب. بس الحقيقة احنا بنكذب على نفسنا علشان ما نواجهش الحقيقة. احنا رضينا بالقليل علشان ما صدقناش ان احنا نستاهل الكتير. انا عايزة اقولك النهاردة، لو كل حاجة جواك مطفية ما بتحسش بالوجع، ده مش شفاء، ده تبلد وراه روح تعبانة ومش قادرة تصرخ. بس في لحظة واحدة بس ربنا بيوقفك لك، انت ليه سايب نفسك كده؟ ايه بتختار الحزن لناسي انك مكرم، انك تستحق الحب والاهتمام، الاحتواء من غير شرح ولا توسل. قوتك الحقيقية مش انك تستحمل، قوتك انك تعترف. انا تعبت وآن الأوان اختار نفسي. ما تعتدش الألم، لانك لو عشت فيه كتير هتنسى ان فيه نور وانك تستاهل. أنا عبير محمود، ودي كانت لحظة وعي.